ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا كويسين. وحشتوني قوي 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 قوي. انا جالي بقى كميه مسج على منتجات السكين كير والعنايه بالبشره تخص الريتينول. انا النهارده جايه اكلمكم عن حاجه تخص الريتينول وبالذات كريمات العين وكريمات للبشره. يلا قبل ما نبتدي الفيديو، انا مين؟ انا ياسمين. اعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد لو انتوا اول مره تتفرجوا عليا. اول حاجه كريمات العين طالعه كلها بالريتينول، وكمان كريمات الترطيب بتاعه الصباح وبتاعه الليل. كميه الريتينول على بشرتك بتأدي نتيجه عكسيه. الريتينول بيستعمله مره واحده بس. اول حاجه من اضرار الريتينول بيزود جفاف البشره، بيزود احمرار البشره، بيعمل تقشير للبشره. التقشير ده معاه احمرار معاه حبوب بيدي نتيجه عكسيه للبشره. كتر الفيتامين اي على بشرتك او اي ماده الريتينول، خاصه كريم العين. كريم العين لان المنطقه دي اكتر منطقه عندنا حساسه، هتلاقي الخطوط ظهرت بسرعه جدا، تلاقي ندبات صغيره ظهرت كتير قوي من كتر استعمال الصبح وبالليل كريم الريتينول. وانت مثلا ما بتستعمليش كريم شمس كويس. البنات بتعمل خلطات بالكريمات المرطبه، بتحط ده على ده، ده على ده، وبتعمل خلطه عجيبه غريبه كل الحاجات دي فيها. فانا بكلمكم بمنتهى البساطه، وده كلام دكاتره والله العظيم. كتر الحاجه بتقلب نتيجه عكسيه. وبلاش الريتينول غير مره واحده بالليل، نستعمله في حاجه واحده، يا سيرم يا كريم. اكتر من كده ما تستعملهوش. بلاش الصبح، بلاش كريم عين، بلاش كريم شمس فيه ريتينول، لان في دلوقتي كريمات طالعه من كتر ما الريتينول عليه ضجه فظيعه. كل حاجه في الدنيا بقى فيها ريتينول، احنا ناخد بالنا واحنا بنشتري اي حاجه. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد. انا مين؟ انا ياسمين، واستناكم الفيديو الجاي. باي باي.